الحاجات بتاعت تاخد مشاركات شركات بتغامر 24 مش هو اللي بيكرمكم لما تكتب له؟ خلاص يا اخويا خلاص، هي ليله سودا من اولها.
السواد والضلمه يا جميل، ده بيقولوا ترشيد استهلاك. ايوه ترشيد استهلاك. ايه مش هندخل جوه؟ ندخل فين؟ شوف يا اخويا لقم النسوان، خد بالنوم يا وليه عروسه وعريس. بص هل وحدوه شيخة وقعت قلبي. قصدي الجماجم والهيئة العصرية ودي شوية قطع غرب الأنتيك كده لزوم الشغل. يا نهارك اسود، بتدرس الميتين والعايشين كمان وحياة. قلت لك مالكش دعوه بحياتي. خلاص بقى في سترات من جسمك الله، مع إني هتسيب الجمالات. تعال ده وحدوه. حاجة بتزعل. ما تقدرش تستنى، روح خليها واقف ورا. حاضر. بس هل بقى كده لو انت بتطبش والفصيل المولود او امه تبقى علينا انس. طيب ايوه ايه ايوه يا بنت راحت فين انت مرات اخوي انا مراقبه جد هناك من جد دوري. انت ليه يا اخي استنى بحسبك عايز ما انا فعلا عايز ولا عايز تقول اليوم كنت حاسس انه بالظبط. اقول لك دفنه صغيره دي على الماشي بس وعاء لا مشاف ولا منتري حاجه صغيره يعني حاجه زي كده. خدها من قصرها كده كان مالي. بقول لك ايه اسمعني انت بقى سيب العنوان ولا هراسكم مستنيك هناك بسرعه 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 يا عم. طيب بقول لك بسرعه يلا بينا. مش مشكله بقول لك ايه يلا بينا. على وين؟ بص الجثه هناك الجثه هناك. بعدين بقى الجثه لسه محطوطه. يلا يا ابني الناس تتمنى يا عم ده المفروض تسمعي. وبعدين بقى اسمع كلامهم بقى. سميت فقعه خشمه ادفنها جنبيه قالوا الليله تفريقي يلا بسرعه كده. طب ما فهماش اعرف ايه الموضوع. ما عرفش اكيد كرسي منه خايف يروح منه. حكيماني مرت عليا موضوع زي كتير. افتكرت مش انت لسه دافن اخوك قريب وانت كنت ورثه الوحيد؟ ايوه كويس افتكرت. بالاماره بتحزين وبينها وبينك بريك طلع بتجاوب عملها قبل ما يموت في السر. خايف سنين لفت عليه بنت ليه اتجوز مرايه عشان تخلف الولد وتدور صواني الى غرام بومبه زومبه. المهم خلصت واللي انت عايز تاخده. طيب ماشي. جودي مات. انت بتعمل ايه؟ مش مهم. المهم ان الولد مات. اما هو كده. ادخل شوف بنفسك انت جوزها. لا يبقى خلاص ملوش لازمه. مش عايز حد يعرف ان جد فاهمين ويليع. فاهمين يا اخويا فاهمين. هنقعد ناخدها منك بعد ما تدخلوا على الاعلان. الولد مات. الولد مات.
يقول له لا اسمع يا سيدي هستوعبها اللي يدفع اكتر همشيله مصلحه. ستر يا رب. انت ايه يا ايه؟ حلو؟ ايه؟ شد الله؟ الله ايه؟ بس وحدوه. قالوا الليله ما هو بيتولد. الف مبروك يا اخويا تقوم بالسلام. وابويا بيموت. ابويا بالسلام ومش عارف افرح اسعد. ازاي يعني؟ كده اهو. لو جه ولد ماشي ولو جه بنت برضه وممكن اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ ربنا يستر وما تجيش بينا. واحد جاي. تعبت قوي عايزة انام. نعم عايزة انام. تنام مين؟ قومي قدام وحدوه. سمعت يوم عن ميت صحي على المدفن سمعت يوم عن مولود رجع بطن امه ولد ما سمعتيش ما ترجعش الدنيا لورا يا فوزيه الزمن طريق واحد رايح ملوش ملوك بدايته بتتولد وقفلته بموت يعني طول ما في دايه لازم تحليل انت هتاخد الدنيا وانا اخرتها ولو حطينا ايدينا في ايدين بعض هنكوش عليها على الدنيا هنكوش على الدنيا مش عارف ايه يعني لازم الناس تستنى كتير يشتغل يغتني كتير يشتري حته في الذهب اللي فيها
البلد بقت مليانه امراض يا فوزيه. الشارع يشتري بنتين 3 ونعملهم مدافن 10 12 13 نوت مثلا يعني. الناس معاها بقى فلوس بس بتستعبط يا فوزيه، يقولوا ما معناش. ساعتها بقى مش هتظهر قدام تلاقي اللي يقول لك بليز انا عايز اتخانق في الدور 18. يقول لك ممكن انا عايز طلعت من الاسانسير عشان بتخض. الله يرحمك يا امي، اخرتها الترابيه. كانت دايما تقول لي ابو بكر صاحب بتفكرني يا واحد مش عارفه اطلع يا خايب يا واحد. صباح الخير يا ابو خايب. مساء الخير يا ابو. وهكذا احنا يا اخويا. بقى انا سمعت كل كده قلت زيهم وخلاص، ما انت عارفه انا وافقت. يا راجل انت بتتكلم كده كأن الموت والحياه بيتين. انت صحتك لفوقك يا راجل انت. فكر بيسمع الكلام؟ اسمع. كانوا مجرد نسوان في الحته ونزلنا على دماغهم بالخمسه. يا سلام. طب دي فهمناه. لكن الموت بقى اظن ما هتقول لي لسه هنزلنا على دماغهم يموت. انا دي بقى ما حدش هيعبرك. طب فكر يفهم الكلام؟ لو انا وقفت مثلا معانا جنيه وعايزين ناكل بيه هيوكلنا صح؟ صح. طب لو احنا بقى 5 6 10 ومعانا نفس الجنيه هيوكلنا؟ لا طبعا. هيكفي مين ولا مين ولا مين؟ ايه يعني هنموت من الجوع مش احنا لا سمح الله اللي ما معهمش تخلفوا كتير، وحتى اللي معاهم الخلفه كتير هتخلص فلوسهم هتفلسهم وهيبقى ما معهوش. فهمتي ولا قلت انا؟ بقى عشان كده بقى اتجوزتني انا. مصالح يا عزيزتي، كل الدنيا مصالح. بس والله شوف بكره هنبقى ايه؟ فلوس ليه؟ فوزية هانم ايه؟ هتبقي فوزية هانم مرات عبد الواحد بيه بس طول. يا مسافر كنت يا دكتور. يا دكتور أولى يا دكتور. ايه يا عمنا يا دكتور؟ ايه رايح جاي لا سلام ولا سلام ولا صلاح ولا ايه؟ تعالى من المبدا تعالى نمشي. سامحني يا معلم كرش، الود ودي لا صلاح ولا مثل، بس اعمل ايه؟ منه لله اللي كان السبب. مين ده؟ اللي ما يتسمى. من المنطقه؟ ايوه. مزعلك قوي كده؟ وهو قلت زعل نفسه. يا دكتور فهمنا اكتر. ايوه بس فين ومزعلك ليه؟ ما تشغلش بالك يا معلم كرش. عاوزني اخالف ضميري واكسب بالقسم اللي اقسمته في الكليه الارض. استغفر الله العظيم يا رب. بس انت عدم المؤاخذه الدكتور اولى ابو الحاج وهو لا مؤاخذه يعني هنوتي. حاولت اشتغل معاه. اشتغل معاه هنوتي. يا ريت يا دكتور تشتغل هنوتي. ما تسعى معايا مرة يا معلم كرش، تقدر تسميها كده يعني كوميسيون. ازاي عدم المؤاخذه؟ المريض العيان يعني بيجي لي ليه؟ عشان تشفيه. ايه؟ انا قصدي عشان تشفيه. عليك نور. هو بقى بسلامته مش عاوز كده، عاوزنا نموته وهو يكفيه. يا ابن الحرام يا عم واحد. دي وانت كمان عدم المؤاخذه يا دكتور. كنت عايزك بس تبقى كده. مثنى وثلاث واربع حبيب ما شاء الله، ربنا يخلي يعني ما شاء الله، وتكتب ما شاء الله يعني ما شاء الله ما شاء الله.
على عينيا حاضر يا معلم كيف حاضر. ايه ده هو انت لسه يا جلال عيد فتح هو لسه امبارح على الله يكون سرقة يا مريم لا انا طلعت المدام على عينيا حاضر يا معلم كيف هجيب لك طبق في مرجع على عينيا. تسلم يا غالي شيل من دماغك الله يكرمك. هو ايه الحكايه يا جدعان؟ هو كله عد بلبع لا اله الا الله. فرقية الدكتور. لازم تقولي فرقية الخون. يا أخوي أنت بتتخيل كده وتتخيل. نسيت حاجه وراجع اجيبها. عندك مانع ولا لازم نعمل اقطع كارت علشان اعدي؟ فكرة والله. نعملها قريب إن شاء الله. ده بعد بتقول إيه؟ معلش بقى كلمه كده قلت لك هتبيع. يا أخويا أنت كنت في الأول بتصبح وبتمسي، دلوقتي بقيت بتخرج وتدخل تخرج لا صباح ولا مسي. هو إيه اللي حصل يا أخويا؟ في الاول كان يجوز انما بعد التحالف ايوه التحالف جوازك من سلامته سليل عائلات عزرائيل ابو النجا لا يكون. يا أخويا أهي جوازة واحد لراجل ولا ضل عن انت ربنا يقويك وتوفيق الله يا حبيبتي. ابعت يا عيسى ابعت يا عزرائيل ابعت يا عيسى. أقول لك أنا وانا مش هسيبك. بص اوعى تقبلي حقوقك. يا حليم يا كريم يا رب صباحنا وصباح الملك لله. يا رب ابعد عني النحس وجوز عبد الواحد الفقر. ايوه جاي يا هادي ودي الشيطان جادي وهات الزباين على الناحيات. صباح الفل يا الهواء طلبات السياده وعندك في السباحه قهوتين وشيشه. بس اروح منك فين؟ انا معاه الزمن طويل. رحلوا يا باشا رحلوا يا باشا. حد شو يعمل؟ جيل غارك يا عم. ايه ده الموت منين يا ابن ادم مدفون؟ ايه يا عم؟ شلنا بعد الشهر ماشيين في جنازه؟ والله ربنا يبعد بقى هتستفتح وتقول يا صوت. هو اكيد مش تقول كلام يا عم. عم يلا يا عم. اول ما تقوم الدنيا كلها يا عم روح الله يخرب البيت. هو اللي كده يتخرب علشان مش هتعمروا فيها على عمر التوهيد. عندك انت طبيت يا صفاء طفشت الزباين. ايه بلاش الواد بدأ ربنا يرزقه. يعني هيرزقك بايه؟ مش بحياتهم. بلاش ادعي يعني. مش ناقص انك تدعي يا حلول. رؤيتك على الصبح لوحدها اسيه دعوه على اللي بيشوف. شوفش وحش يا اخوي. ازاي ما اشوفش وحش وانت سكنتك طول اليوم قدامي في خلقتي. اسمع كلامك يا ابن ادم في الدنيا ما يشوفكش وانت ساكت في التراب. ماشي يا بنت ماشي. انا يا روان اخر ترويع نمشي ترويع من على قوي. بس انت ايه يا دكتور يا دكتور تعالى ما تخافش انت بتبعد تدرب يا عم. ما انت عارف مغص يا دكتور بديت امبارح وفتك لك باب. معلش يا باشا خد لك اي مسكن للمرض ولما ارجع اتسال
حاضر يا استاذ مستعجل يا دكتور ازاي انا ضحك ازاي واكشف عليا طيب معلش يا استاذ مستعجل وعندي جاي برجع يا دكتور ده انا كنت قلت لما ترجع ايه انا بعطل ماشي اي حاجه ما انتوا بتاكلوا اي حاجه من غير ما تعرفوا مصدرها هاتك اتبدل كل اللي بتعمله سم وكل المرجع بطلوا العيال بس روق كده والدكتور اسمعني تعالى بس هقول لك تعالى ما تكلمش يا والله طالع نازل معلش يا دكتور معلش ده انا هتنقص عني والله انا هقدر ظروفك وعارف انك بتساعدني وعارف انك بتساعدني والله بس انا عيان يا دكتور حاضر مش انت مستعجل وانا زي ما انت شايف هو عيان الله اعلم يا دكتور انا فاهم كويس قوي ان انت مستعجل بس انا عيان يا دكتور ايوه يا سيدي انا عيان وانت مستعجل يا دكتور انت اللي مستعجل وانا اللي عيان ايوه انت مستعجل وانا عيان انا جهالك انا عيان انت مستعجل ايوه انا مستعجل صح يا باشا سبب كده بحط كده ليه تعالى هو الدكتور والله العظيم انا هحلها ازاي اهو بص يا دكتور اهو شوف يا دكتور والله فكرت في الحل اللي هو عشان خاطر بس انت مستعجل وانا عيان ده بقى شيزلونج يا دكتور اعتبره شيزلونج يعني اهو اكشف عليا يبقى انت وشوفنا يا اولى يلا تكشف في الشارع يلا يا دكتور الله مستعجل انا لسه ربنا يا دكتور يلا على خير ايه ده يا دكتور انا تكشف على الموبايل يا ولد خلاص هذا يا دكتور يا ابني انت بتخرج من الطب في البيت عشان خاطر والله انا لسه تعبان وعارف ان انت مستعجل اهو اكشف فيك ست بس يا دكتور يا ولد عيب يا ولد الدكتور بقول لك الغلط في الكتاب تقول اكشف صدرك يا ابني اكشف صدرك ولا يعني الطب ده يا دكتور الطب ده صدري اهو يا دكتور اهو الله يخرب بيتك على البحر الله يخرب بيتك انت ايه يا انت عندك كلام ما تخلي نفسك كده الصبح الدكتور ده الصدر اللي عليه والله انت يا اخي انت عارف الله اهو قلنا انا مسؤول يا ولد كح كمان واحد الله يرحمك يا بنت مش قلت لك هتلعب في ايدي على الله الله يرحمك يا حبيبي توحش بسم الله الرحمن الرحيم انت طلعت هنا وراح فين سبب وايه وانا اهو اي خدمه تحت الطهر وتحت الامر واي وقت انت عايز تلاقيني في البيت ايه بيت ايه الله في بيتك يا عم انت فين ايوه بالعرب خالص تحت امرك يا بالعرب ابدع شويه شاي يعدلوا الدماغ ويظبطوه كده ربنا شرف على اللسان ولما انظر بالعرب انت سايبها في البيت ولا نسيت تجيبها معاكم؟ استغفر الله العظيم يا رب ايه دي؟ ان السلام عليكم يا اخي ده اللي داخل على ميتين بيقولها وانت داخل كده لا سلام ولا كلام ايه يا اخي؟ استغفر الله العظيم يا رب ده بالعرب انت كل ما شفت تستغفر كل شويتك ليها ذنب وعايز ربنا يتوب عليك منه يا اخي اهو انت قدام نفسك كده برضه بالعربي مقبوله مني انا هستحملك بس عشان عايزك ما تنساش رحلتك من الارض ودراعك مقطوع كل الناس زعلت عليك الا انا فرحت طبعا مش فيه ليه انك رجعت بالسلام معلوم ايه يعني لا ولا ليه مقطوعين هم كده بروح هي الكل في الكل
وادفنك بين يدوي احسن ما تموت على الجبهه تفقى ليه مش ناوي؟ استغفر الله العظيم يا رب. ربنا يتوب علينا منك يا شيخ. خلاص دنيتك فيه يا راجل يا راجل، ده دنيتك لا ما يشوفها. صراحه نيجي الورشه اشتراها منك ابو العرب. تاني يا عبد الواحد، تاني هنرجع للموضوع ده تاني. الورشه ابيعها، ده المطرحه موت مصلحه برضه. وبيتك واقف على التربه بتقرا الفاتحه. انا عملتها تربه. عايز اشتريها ليه؟ يسيب ويرجع خايف مرتاح عشان ما تقولش على تربه. قلش قصدك عن مخلوص ابنك؟ هو فين ابنك ده؟ زي ما تقول لي سافر يشتغل ويجيب فلوس لكن يرجع يفتح. عشان ابليس في الجنه، عشان فرعون في الدنيا يا ابو العرب. المكان اللي فيه اللي ما عرفش يستحمل خلاص ما عنديش لا شغال. كل اللي عليا استنى بقى ابني لما يرجع واحكي له عن شغله ازاي خلاص ويبدا هو في بيته بقى. الشيء لو كان لو يرجع امشي البروجيكتور في وجهنا ابو العرب. ما يرجعش يمشي وطيب فلاحي تاني ده لو عايز يرجع. وبعدين يرجع يعمل ايه؟ واحد سافر بره بيشتغل وبيكسب ومبسوط. يرجع يعمل ايه؟ يصرف القرشين اللي حولهم. شيلوا من دماغك ابو العرب، شيلوا من قلبك ابو العرب. لو كان عايز يرجع ثانيه في الزمان ابن بلدي ولازم هيرجع لها. مظبوط يا ابو العرب. مش عايز النفس ده هيبسط نفسه. وانت هو راسي غلبني. مش عارف انزل ورا طلب واحد منك، يعني ايه؟ اقفلها عشان تستريح؟ اقفلها يا اخي ولا تبقى بالي. بقول لك ايه؟ استنى تبقى عادي. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا عبد الواحد، يا ابن اخرتك الترابيه اللي ماتت ما حد قال الله يرحمه. لازم اجيبك في ايدي سحب يعني عشان تيجي. يلا الخيطه عندك اهي، اكتب بقى. اكتب يا معلم. اكتب لي يا رب انا بيبسي. انت خروفه اللي اسمك بيبسي. انت طور. ايوه جاي. طالما خروف وثور يبقى مفيش غير المعلم كبشه الجزار، وعندك الشيشه القويه اللي تكتر في السريه علشان خاطر المعلم كبشه الجزار. شيلها مش عايز، مش فاضلها دلوقتي. خلاص بناقصها الشيشه وزفت على الشيشه واطلع لي بقى القهوه المظبوط اللي تروق البال وتعمل الحال وتكتر في العيال علشان خاطر المعلم كبشه الجزار. قلت لك مش عايز. انت ايه؟ مخك طور جاموسه. الله، امال عاوز ايه يا معلم؟ عايز فوزيه بدايه. ودي بقى عاوزها مظبوط ولا على الريح؟ ايه دي يا باشا؟ فوزيه بدايه. لا مؤاخذه يا معلم، هعمل لك ايه؟ انا قهوجي، اجيب قهوه، شاي، ينسون، شيشه، انما فوزيه بدايه لا مؤاخذه بقى يا معلم. طول يد وانت ذبح فرحه. اي خدمه يا معلم. الله غني عن خدماتك. ما يلزمش اي خدمه يا معلم ولا حاجه. قول الغلط ده لسه يا معلم وقبول الروح ده عشان لما اكون مستني ولي العهد يجي وعايز فوزيه بدايه تقوم تيجي انت تقول لي اي خير. يبقى لازم اقول لك ايه؟ اللهم طول لك يا روح على هذا اللون. حق عليا عايز اخدم يا معلم. بدك ليا صحيح نتبعك عشان تسعاد. بدل ما خلي السطور يدور كرشه ويعدي على رقبتك ياخدها بالحوض. قلت ايه؟ لا انا هكون خليط احسن يا معلم احسن ما اكون دايما. بس خاف ما تفتكيش